أمنيتي هي أن أقرأ في المسجد الأقصى، نعم. وأن يزول الكابوس الموجود حاليا ويفرج عنا هذه الغمة، نعم. وهي إسرائيل، نعم. وأن يوحد كلمة العرب والمسلمين. أعزائي المشاهدين، أسعد الله مساءكم جميعا بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أطيب تحية مع هذه الحلقة من برنامج مع المشاهير. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة، ضيفنا لهذه الحلقة واحد من أكبر المقرئين ومن أشهرهم، وهو فضيلة الأستاذ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. أستاذ عبد الباسط، أهلا وسهلا ومرحبا. نرحب فيك جدا في هذه الحلقة من برنامج مع المشاهير. أهلا وسهلا بك. كده في عندنا شوية أسئلة أرجو أنه يتسع لها صدرك ونستطيع أن نأخذ منها الإجابات. أهلا وسهلا. أستاذ عبد الباسط، أين ولدت ومتى أنست من نفسك ميل لقراءة القرآن الكريم والتجويد فيه؟ أنا ولدت في مدينة أرمنت. نعم. بالصعيد. نعم. الجنوب، تبعد من القاهرة حوالي 700 كيلو متر. نعم. وبلدي هي. نعم. وحفظت القرآن فيها. نعم. وحفظت القرآن وأنا سني 10 سنين تقريبا. نعم. وكنت دائما وأبدا مغرم بسماع القرآن. نعم. وأحب القرآن. نعم. وكنت أتمنى على الله. نعم. وأدعوه دائما وأبدا أن أكون قارئا مشهورا. نعم. وقد حقق الله لي هذه الأمنية، فحفظت القرآن في بلدي أرمنت. نعم. محافظة قنا، وتعلمت علم القراءات بها بالصعيد برضو، ومكثت بها وقتا غير قصير. فكنت أدعى في حفلات إحياء أفراح وبعض المآتم وبعض المناسبات حجاج. نعم. وفي كل مناسبة أدعى في حفلات القرآن. نعم. فكنت أرى تشجيعا من الناس. نعم. وكان صوتي زي ما بيقولوا إنه كان صوتي حلو. نعم. فمكثت مدة تقريبا يعني غير قصيرة في تلاوة القرآن، وفي سفري في البلاد المجاورة لبلدي وأنا أتجول في إحياء الحفلات. نعم. وتعلمت علم القراءات وأنا سني 14 سنة تقريبا. نعم. وتمكنت من علم القراءات. نعم. وهي القراءات السبعة. نعم. وفي سنة 50 نعم. جئت في زيارة للقاهرة، وكان في مولد السيدة زينب رضي الله عنها. نعم. فكان يحيى بالقرآن في داخل المسجد. نعم. فالتقوا بها بعض الناس الذين يعرفونني وطلبوا مني أن أقرأ ما تيسر من القرآن في هذه المناسبة الطيبة. نعم. فرحبت بهذه الفكرة على أساس أن أقرأ لمدة 10 دقائق أو ربع ساعة، وفعلا أجبت الرغبة وقرأت ال10 دقائق استمرت ساعتين. نعم. فكان المسجد مكتظ بالمستمعين، وكان ميدان السيدة زينب برضو يستمع إلى القرآن. فالناس بقى يعني يقولوا القارئ ده منين؟ نعم. وتساءلوا. وأخذت الليلة وتعرفوا علي بعض الناس وطلبوا مني أن أحيي ليلة أخرى في المسجد برضو. أيوة. وأحييت عدة ليالي في مسجد السيدة زينب، لأن المولد يمكث 15 يوم. نعم. وبعدين طلبوا مني، كان بعض المسؤولين موجودين في الاحتفالات دي. نعم. فطلبوا مني أن أتقدم للإذاعة. مسؤولين من الإذاعة أو من مسؤولين الإذاعة؟ لا، يعني فيهم من الإذاعة وفيهم بحاجة عامة. نعم. فأنا طبعا استبعدت الإذاعة، وقلت أنا راجل مشهور في بلدنا، وإيه اللي يجيبني مصر؟ وإحنا تقاليدنا وطباعنا وبتاع، يعني ما تعيشناش في مصر وما نعرفش النظام فيها إيه. فكنت متردد إني أنا أتقدم للإذاعة أو أرجع إلى بلدي. أيوة. وفعلا برضو في مرة أخرى جيت تاني بعد 3-4 شهور وتقدمت للإذاعة ونجحت. نعم. وقرأت بالإذاعة، لكن كنت متردد في الإقامة بالقاهرة أو بالصعيد. وأخيرا استخرت الله. نعم. وبقيت في القاهرة من سنة 50 إلى يومنا هذا. نعم.
فدعيت بقى في بلاد أخرى كثيرة، وتجولت في البلاد الإسلامية والبلاد الأوروبية وجميع بلاد العالم تقريبا زرتها. في دعوات خاصة وفي إحياء حفلات وفي طيب شيخ عبد الباسط، أنت ذكرت بعض التواريخ، ولكن هل بالإمكان أن نمر كده مرور الكرام على تاريخ الميلاد في سنة؟ ولا لا تريد ذلك؟ لا معلش أنا من مواليد سنة 1927 كده بالضبط يعني. نعم 1927. نعم. فبحسبة تشوف لا بحسب لا فبحسبة بسيطة يعني نقدر نقول عمر سيادتك كم؟ مش عارف 43 44 حاجة زي كده. لسه شباب يعني في عز الشباب إن شاء الله. طيب أستاذ عبد الباسط، قلت في أثناء الإجابة الأولى بأن هناك 7 من القراءات. نعم. من الممكن أن يا ترى نأخذ فكرة عن هذه القراءات ال7، وإذا كان بالإمكان أيضا أمثلة عليها بصوتكم. ما فيش مانع. هي القراءات ال7 القراء ال7 يعني. نعم. اللي هم متواترين من أيام الرسول. نعم. نافع المدني. نافع المدني. وابن كثير المكي. نعم. وأبو عمرو البصري. نعم. وابن عامر الشامي. نعم. وعاصم وحمزة والكسائي من الكوفة. نعم. فكل القراء دول ال7 روين عنه، كل قارئ روين عنه 2. أيوه. فنافع المدني ده راوي عنه قالون وورش. نعم. وابن كثير المكي راوين عنه 2، البزي وقنبل. نعم. نعم. وأبو عمرو البصري راوين عنه 2، نعم. الدوري والسوسي. وابن عامر الشامي راوين عنه 2، هشام وابن ذكوان. أيوه. وعاصم راوين عنه 2، شعبة وحفص. أيوه. وحمزة راوين عنه 2، خلف وخلاد. والكسائي راوين عنه 2، أبو الحارث وحفص الدوري. أيوه. فالرواه دول لهم يعني قراءات متعددة ومختلفة. أيوه. تختلف، وفي بعض القراء يعني يتفقوا في بعض الرواية. أيوه. مثلا زي المد المنفصل يا أيها الذين آمنوا. فيه اللي مد 2 حركات. أيوه. وفيه اللي مد 4 حركات، وفيه اللي مد 6 حركات. نقدر ناخذ مثل كده ولو تكرمت؟ مثلا يعني زي قراءة قالون. نعم. يعني عاوزها على طول ولا بالتجويد؟ بالتجويد لو تكرمت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. دي رواية حفص. نعم. وفي أغلب القراء يعني بيتفقوا معاه فيها. أيوة. أو أغلب الرواة. نعم. الرواية الثانية اللي هجيبها بقى برواية أخرى. أيوة. هي رواية ورش. أيوة. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. دي رواية ورش. نعم. والرواية اللي هقولها دلوقتي الثانية رواية حمزة. أيوة. أو قراءة حمزة. نعم. صح. نعم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك
ربك وما قلي وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضي صدق الله العظيم. دي قراءة حمزة. جميل جدا. أستاذ عبد الباسط، يحدث مثلا بأنك أثناء قراءة إحدى الصور مثلا تأتي على هذه الأنواع مع بعض عندما يكون هناك جمهور مثلا ومتجاوب مثلا هذه الصورة بالذات، نعم. والضحى والليل إذا سجد، نعم. تقرأها مثلا بقراءات مختلفة في وقت واحد؟ بس مش في نفس واحد. لا مش في نفس واحد. لا أقرأها بقراءات متعددة. لا أقصد في وقت واحد، يعني أقصد لنفرض بأنك في مسجد وتقرأ، هل تمر على هذه السورة وأنت وتقرأها بكل هذه الألوان في وقت واحد يعني؟ ما فيش مانع. يحدث ذلك؟ نعم يحدث. متى مثلا؟ عندما يكون الجمهور يطلب أو لا، ما هي على كل حال دي أولا قراءات متعلمها أنا. نعم. وفي ناس بتحب أن تسمع القراءات المتعددة دي. أيوة. لكن من ملاحظتك الشخصية أي أنواع القراءات يفضلها السامع؟ يعني والله هو في بعض البلاد، نعم، يعني مثلا في بلاد المغرب يقرؤون برواية ورش. أيوة. لهجات، يعني لهجتهم هناك رواية ورش. أيوة. فالواحد بيبقى حريص يقرأ لهم باللهجة بتاعتهم. أيوة. في السودان نعم. تلاقي مثلا قراءة أبو عمرو. نعم. فالواحد بيقرأ لهم برضو بقراءة أبو عمرو. أيوة. في بلادنا هنا في البلاد العربية مثلا الكويت والسعودية والكويت والبلاد المشرق يعني. المشرق. نعم. بيقرأوا قراءة أو رواية حفص. أيوة. اللي هي الماشية على طول. يستسيغون رواية حفص. وفي بعض البلاد تحب تسمع بقى روايات متعددة. أيوة. جميل. طيب أستاذ عبد الباسط، معليش ولو سألناك سؤال شخصي كذا شوي، أول أجر تقاضيته وآخر أجر وأكبر أجر؟ والله دي حاجات بقى الواحد فينا ما بيحبش يعني يتكلم فيها، لأنها دي بتكون يعني زي سر بينه وما بين صاحب الدعوة أو صاحب البتاع. فالأجر ده بقى الإنسان بياخده كده. طيب نحن نطلع من سرية الموضوع على أساس مش حنسمي مين صاحب الدعوة ومين، إنما نذكر كده أسماء، يعني بدون بلاش أسماء، نذكر أرقام. لا، هو الأرقام ما بيدعي برضه لذكرها، لأن ده يعني بيعتبر الإنسان ده حاجة يعني حاجة سرية وحاجة يعني زي ما يكون واحد ما خصوصا حاجة القرآن دي بالذات. طيب بلاش نحدد أرقام. ممكن نقول رقم تقريبي يعني، مش تحديد بالضبط. في حدود مثلا كم؟ لا يعني بس يعني ولا نطلع من السؤال ده؟ ما في داعي، عشان يعني حتى الضرائب نحاسب عليها الحاجات. طيب أستاذ عبد الباسط، أيضا هناك سؤال آخر قد يكون يعني سؤال شخصي إلى حد ما، ولكن يخيل لي أنه دائما الإنسان المشهور، نعم، جمهور المشاهدين يحب أن يعرف عنه شيء حتى من ناحية الخصوصيات. نعم. من الملاحظ بأنك من أوسم المقرئين وهناك إجماع على ذلك، هل يسبب ذلك لك حرج على صعيد إعجاب الناس لك أو رسائلهم أو تصرفاتهم حيالك؟ والله على كل حال طبعا الشهرة دي لها متاعب. نعم. لازم الإنسان يعني يتجاوب ويتحمل بقى المتاعب دي في سبيل رضاء الناس على قدر الإمكان. نعم، يعني أقصد هل تتجاوب مع إعجاب الناس؟ طبعا، لأنه في ناس بتبعت لي رسائل كثيرة عاوزين صور، فببعت لهم صور. أيوة. في بلاد كثيرة متعددة. نعم. وبلغات كثيرة متعددة. أيوة. فطبعا بأكون عند حسن ظنهم بي. أيوة. طيب أستاذ عبد الباسط، لا شك بأن القرآن الكريم كتاب الله المنزل كله جليل وعظيم. نعم. ولكن هل هناك سور معينة تتجاوب معها أنت ويتجاوب معها الجمهور على صعيد القراءة؟ على صعيد القراءة والله في الحفلات العامة. نعم. يعني الواحد يفضل يقرأ في السور اللي بتبقى مفهومة للناس. أيوة. مثلا زي سورة يوسف. أيوة. سورة القصص، سورة مريم، سورة الرحمن. نعم. بتبقى يعني زي الناس فهماها. أيوة. أكثر مشروحة يعني أكثر. وفي الحفلات طبعا اللي فيها طبقات متعلمة وراقية بيقرأ الواحد زي ما يشاء، لأنه طبعا فاهمين. نعم. يعني الانطباع الأول الناس ميالة إلى السور اللي فيها سرد قصصي مثلا. قصص في القرآن الناس فهماها. أيوة. مع طبعا جمال الصوت والبتاع، الناس بتصغى وبتفهم معاني القراءة. أيوة. طيب أستاذ عبد الباسط، مما لا شك فيه نعم. بأن القارئ الجيد يعتمد على سعة الصدر. نعم. ما أقصد من الناحية المعنوية، ولكن أقصد من الناحية الصحية الفيزيولوجية. نعم. على سعة الصدر وعلى النفس الطويل
كيف تفعل لتحافظ على النفس الطويل حتى مع مرور السنين والأيام؟ والله دي بقى حاجات الإنسان طبعا مش ضامنها، إنما الحمد لله ما زلت يعني محتفظ بصوتي وبالآيات اللي متعود أقرأها أو في المكان اللي أقف فيه، ما زلت يعني محتفظ به. وده من فضل الله يعني. الحمد لله. وأنا تعودت من الصغر طبعا، وحتى الآن مشهور أنا بطول النفس. نعم هذا صحيح، يعني ده منا من الله. ما في شك. أنا أذكر أني سمعت لك من حوالي 10 سنوات سورة الفاتحة تقرأها على نفس واحد. هل ما زال بالإمكان ذلك ولا لا؟ طبعا ما زال. يعني تستطيع أن تقرأ سورة الفاتحة في نفس واحد إن شاء الله. حتى يعني أستطيع أن أخذ مثل في هذا البرنامج بالذات؟ والله طبعا هي القراءات لما تكون بنفس طويل بتكون تسبقها قراءة طويلة. يعني نوع من التهيئة، ساعة أو 3/4 ساعة حتى يكون واحد خد رئتين خدت بقى قوتها، والواحد بيتمكن يندفع بقى ويتصرف في صوته. إنما من البداية ما يقدرش يقرأ، الواحد لازم يمهد تدريج كأنه خط السلم. أيوة بالضبط. طيب أستاذ عبد الباسط، بتحب تقرأ أكثر في الإذاعة أو في التلفزيون أو مثلا في مكان عام يكون فيه ناس مستمعين ويتجاوبوا معك؟ والله هي طبعا أنا أفضل في الحفلات العامة. نعم. وخصوصا لو كانت الإذاعة. يعني أنا بفضل قراءة الإذاعة، يعني مع الاعتذار بالتلفزيون. بتقول لنا كده في وجهنا يعني؟ لا العفو، يعني أنا يسعدني ويشرفني أقرأ. بس طبعا التلفزيون بتبقى فيه متاعب، لابد لذلك أسباب طبعا النور يعني الاستعداد بيبقى فيه يعني تكليف شوية. إنما الإذاعة بيبقى فيه تكليف من ناحية إيه مثلا؟ من ناحية طبعا الواحد بيبقى لابس وعرقان والأنوار بتبقى متكدسة عليه. فتبقى فيها شيء من التعب شوية. إنما الإذاعة فيها حرية. وخصوصا لو كانت الإذاعة مثلا خارجية كمان خلاف الاستوديو يعني. بتبقى أفضل أمام الجمهور، الواحد يفضلها أحسن من أيوة. طيب أستاذ عبد الباسط، كم لك من الأولاد؟ وهل يا ترى فيهم أحد مثلا يحب أن يكون مثل أبيه قارئ جيد؟ هم والله يتمنوا أن يكونوا مثل أبيهم، لكن طبعا دلوقتي هم في التعليم وفي المدارس. نعم. وأنا عندي 10 أولاد. نعم. 3 بنات و7 ذكور. أكبرهم كم عمر؟ الذكور أنا أول ما يعني جوني البنات في الأول. نعم. 3 بنات في الأول. نعم. وبعد كده جوني الذكور ورا بعض. نعم. فأول الذكور جوني توأم مع بعض الاثنين. أيوة. محمد وجمال. فهم دلوقتي في الثانوية العامة الاثنين ماشيين مع بعض. أيوة. لهم أصوات جميلة؟ والله بعض الأحيان وأنا داخل كده في البيت على حين غفلة ألاقيهم بقى إيه يعني بيدندنوا بيقروا وبتاع. نعم. ويعني بشجعهم على القراءة. تتصور بأنه ممكن في المستقبل يكونوا إن شاء الله أدعو الله لهم ذلك إن شاء الله. طيب أستاذ عبد الباسط، من المقرئين من يعجبك أكثر ما يعجبك؟ والله أنا كل إخواني القراء طبعا أحب أسمعهم. هذا طبعا ده جواب دبلوماسي أنا متوقع، ولكن أريد تسمية محددة في الواقع لقارئ يعجبك أكثر من الآخرين وليش؟ والله أنا طبعا يعني كل واحد ليه يعني. أنا كنت يعني أحب أسمع الله يرحمه الشيخ محمد رفعت. أيوة. ما شفتوش يعني شخصيا، إنما كنت أسمعه في بلدنا عن طريق الإذاعة الراديو. نعم. والمرحوم الشيخ الشعشاعي. أيوة. وزميلنا أخونا الشيخ مصطفى برضو، والشيخ محمود البنا بنحب يعني نسمعهم كلهم. طيب ما ناخذ اسم واحد ولا في حرج؟ لا والله على كل حال يعني كلهم خير وبركة وكلهم يعني أحب أسمعهم. طيب صلات الصداقة مع مين أكثر من غيره؟ مع الشيخ مصطفى إسماعيل أكثر ما تراه. نعم. هو نعم. طيب أستاذ عبد الباسط، أنا أعرف بأنك زرت الأراضي المقدسة. نعم. ولكن السؤال الآن، كم مرة زرت الأراضي المقدسة والأماكن اللي قرأت فيها هناك؟ والله أنا زرت الأماكن المقدسة في موسم الحج الماضي هذا ولا؟ لا يعني أنا لي 2 سنين ما رحتش، السنة دي والسنة اللي قبلها. نعم. إنما قبل كده 3 سنين أو 4 سنين ورا بعض. أيوة. متواليين. وبعدين رحت سنة 51 و61. أيوة. أول ما جيت مصر جديد يعني كانت أول حاجة قلت أعملها أبدأ بها أن أحج بيت الله الحرام. نعم. فقرأت في الحرم المكي والحرم المدني. نعم. وكل ما أطلع في الحج أو ربنا يوفقني لزيارة هذه الأماكن المقدسة بوفق طبعا وأقرأ في الحرم المكي والحرم المدني. نعم. وزرت الأماكن المقدسة برضو في غير مناسبة الحج في رمضان، في العشر الأخيرة من رمضان. ومرة زرتها كنت مرافقا للمرحوم
الله يرحمه ورحمة الله عليه المغفور له، والملك محمد الخامس. نعم. كان بيزور الأراضي المقدسة وكان في مصر، فطلب مني أن أرافقه في هذه الرحلة، فساعدت بالرحلة هي واكتسبنا برضو نعم. زيارة الأراضي المقدسة. أيوة. طيب كيف كانت مشاعرك هناك وأنت يعني كيف تكون مشاعرك وأنت في الأراضي المقدسة وتقرأ؟ والله لابد بأنها تختلف عن أنا طبعا الأخرى. يعني أنا لما بقرأ في الحرم المكي أو الحرم المدني ببقى يعني متغير عن القراءة الثانية. بيبقى فيه تجلي أو فيه يعني حاجة ثانية، واحد بيشعر بتوفيق غريب. أيوة. حتى إني مرة كنت بقرأ في الروضة. نعم. وكان الملك محمد الخامس رحمة الله عليه موجود. نعم. فبقى كنت على ما أذكر قرأت سورة المزمل. نعم. وبعد ما خلصت من القراءة جاني مدير التشريفات الملكية وبيقول لي جلالة الملك يطلب منك الإقامة في المغرب، إقامة دائمة. نعم. قلت له كل حال ده شرف كبير لي أو نعم. يعني واحترام كبير لي، يعني بس حاجة ما أملكهاش دي أنا. أيوة. يعني طبعا فكان يعني الواحد قراءة في الحقيقة في الحرم المكي أو الحرم المدني الواحد بيتغير تغيير كلي وجزئي، لأنه بيبقى إيه في روضة من رياض الجنة. ما في شك. طيب أستاذ عبد الباسط، كونك مقرئ هل هذا هو العمل الرئيسي والأساسي والوحيد لك ولا هناك عمل آخر؟ لا أبدا، هو عمل الأساسي قراءة القرآن. نعم. طيب أستاذ عبد الباسط، تجري كما أسمع مسابقات سنوية في ماليزيا. نعم. لقراءة القرآن الكريم. هل اشتركت فيها في إحدى المرات أم لم تشترك؟ نعم اشتركت فيها مرة واحدة، طلبوا مني كذا مرة أنا ولكن رحت مرة واحدة. نعم. يعني الجو هناك والبتاع، فحضرت المسابقة دي مرة وكان فيها بيحضر فيها طبعا بيبقى احتفال رسمي. أيوة. وبيحضر فيه جلالة الملك وبيحضر فيه رئيس الوزراء والوزراء كلهم. نعم. والسنة اللي كنت فيها على ما أذكر كان المرحوم الشيخ سرور الصبان رحمة الله عليه. رحمة الله عليه. نعم. وفضيلة الشيخ عبد الله خياط. نعم. مقرئ. نعم. مقرئ. وحضرنا المسابقة دي وكانت مسابقة يعني عظيمة جدا، وبتقدم الهدايا للفائزين فيها وتقدم بها جلالة الملك، وتبقى يعني حاجة عظيمة لأنه هناك القراء بيقرأوا القرآن صحيح. أيوة. وبأحكام وبأصوات جميلة، رغم أنهم لا يتقنون اللغة العربية. مع الأسف ما يعرفوش يتكلموا لغة عربية أبدا. هذا يدل على العاطفة القوية تجاه الإسلام ويعني تعلقهم بالإسلام. نعم. شديد. نعم. ومن وقت لآخر بيجوا منهم طبعا برضو قراء بيجوا يزوروا برضو البلاد العربية. أيوة. سواء قارئ أو قارئة. أيوة. هناك عندهم برضو بنات شابات بيبقى يحفظوا القرآن وصوتهم جميل. نعم. وعلى ما أذكر إن هي اللي كانت الفائزة الأولى كانت يعني شابة. نعم. طيب أستاذ عبد الباسط، السؤال الأخير تقريبا. نعم. لك أمنيات عامة أو خاصة على الصعيد الشخصي أو العام بالإمكان أن تقولها مثلا؟ والله أنا أتمنى التوفيق للبلاد العربية. نعم. وأمنيتي هي أن أقرأ في المسجد الأقصى. نعم. وأن يزول الكابوس الموجود حاليا ويفرج عنا هذه الغمة. نعم. وهي إسرائيل. نعم. وأن يوحد كلمة العرب والمسلمين. أيوة إن شاء الله. إن شاء الله. طيب أستاذ عبد الباسط، في الواقع يعني في نهاية هذا الحديث الجمهور المشاهدين لابد ينتظر مني أن أسألك لو تكرمت بأن الدقائق المتبقية من هذا الحديث نسمع فيها إلى شيء من التلاوة الكريمة. على كل حال ده يسعدني ويشرفني، وأنا أشكركم وأشكر البرنامج اللي أتاح لنا هذه الفرصة. الله يخليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم إذ كنتم أعداء
أصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. شكرا جزيلا شيخ عبد الباسط، وأشكرك على تفضلك بالإجابة على أسئلة هذا البرنامج، وأرجو أن نلتقي مرة أخرى إن شاء الله في أوقات قريبة. أيها السادة، نشكر فضيلة الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، ونشكر لكم مشاهدتكم هذه الحلقة، وإلى اللقاء.